بس انا بقالي طويل جدا، فعشان تشتغل كده وانت بص فرحان ومبسوط حتى لو البتاع ما بيرنش، يبقى شغال بعربيتك يا باشا. النهارده اهو يا جماعه التلات، صح كده؟ يلا يا ست، بس بتسوق تروسيكل، ست ورا وست قدام. انت رايحه فين اصلا؟ نهارك ابيض. ما علينا، دي ماشيه عكس مكمله دي ولا ايه؟ المهم النهارده اهو، بص الدنيا مريحه لحد الساعه 11. قلت بقى انزل بدري، بقالي كام يوم بقيت اصحى متاخر اصلا، وبقيت اصحى الظهر وبعد الظهر، لقيت نفسي هخيب. صحيت بقى النهارده بدري، وكنت 9 يعتبر في الشارع، وما لقيتش غير مشوار الصبح اللي جالي ده من باب الله كده، مش على الابليكيشن. واحده ست سودانيه اللي انا قلت لكم عليها، وجت معايا يعني، وديتها هنا في جامعه الدول بسعر حلو. بعدها الدنيا هوس هوس، لفيت كده على كذا حاجه قلت اشوفها بالمره، برضو ما لقيتش. واديني هلف من شارع التحرير راح اكل كبده بقى، بس واقعد بقى لغايه لما يجي مشوار عادي. اهو يا جماعه هو ده كبده عباد، هما اللي لابسين اورنج برتقاني دي، فارشين بقى الترابيزات دي، وبن العروبه ورا هنا، فقعده جميله هنا. اقعد بقى بركن العربيه الناحيه التانيه وانا جاي، تبقى اخر النهار الدنيا رايقه هنا كده، اعدي على رجلي واقعد بقى هنا براحتي، واقوم مكمل مروح لو انا مروح يعني. بس فنقعد بقى ناكل، تعالوا اتفضلوا معانا. بيهوي، بص الخريطة مفيهاش حاجة مبقعة، ولا في فيصل، ولا في المانيال، ولا في الزمالك، ولا بالقرد، ولا في مدينة نصر، ولا صلاح سالم، ولا في شبرا، ولا في رمسيس. راح الوراق، ورق انت بقى. المشوار كله على بعضه 10 كيلو، عايز 69 جنيه بريورتي، ورايح الوراق يورق هو بقى. النهارده يعني يوم من وانزل ملقاش، الحمد لله. اندرايف اهو، على الله حكايته، لا في سعر عادل ولا في 1%، ولا بص 1% ايه، 30 جنيه على بعد 3.5 كيلو. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، مفيش، الدنيا في الهلالة. ابعد مشوار يعني، اقرب حاجة ليا 1.25 كيلو، شارع مصدق، مشوار 24 كيلو، ساعة الا ربع، ب107. لا طبعا بتهرج. ان درايف ننا خالص، بخ خلينا كده شوية. بس انا بقالي طويل جدا، فعشان تشتغل كده وانت بص فرحان ومبسوط حتى لو البتاع ما بيرنش، يبقى شغال بعربيتك يا باشا. هتروح، هقول لك مش تأجر، هوديك بتأجر عشان بتجرب، عرفت تتعايش خير وبركة، ما عرفتش شهر وخلاص راح على الله الإيجار يعني. أما هتجيب عربية قسط يا باشا، انت هتتخربق خربقة، وهتكره نفسك، وهتكره اليوم اللي انت جبت فيه عربية قسط. اوعاك ثم اوعاك، اوعاك ثم اوعاك يابا، العربيات القسط ما تقسطش عربية، تبقى غلطان، تبقى غلطان. قصد بقى لو انت قديم في الشغلانة وخلاص معتقة معاك، وعايز تحدث، عايز تعمل اي حاجة، لان حتى لو هتحدث وانت قديم في الشغلانة، معنى كلمة هتحدث فانت معاك عربية، فبرضه غلطان. فانت لو هتحدث بتكون عامل بادجت 50 100 150 200، وراكنه على جنب مع العربية، هتبيعها ب 300 وهتكمل مثلا 450 ألف، يبقى الإجمالي كده
وتروح تجيب عربية وتبقى شايل 30-40 ألف على جنب، هتعمل سيرفيس للعربية الجديدة وترخيص المرور وما إلى ذلك والحوارات دي كلها. يعني انت مش هتجيب عربية وخلصنا هتنزل تشتغل، لا هتعمل لها سيرفيس بفلوس وتعمل لها شوية شغل. حبيبي جزاك الله خير، شكرا يا غالي حبيبي، الله يخليك، ربنا يسترك، الله يسترك حبيبي، ربنا يوسع عليك. فانا يبقى على الله اروح اقعد اشتري حاجات، انا بالكتير بجوع بشتري اكل وخلاص، ربنا يوسع على الجميع. فانا رايي موضوع قسط العربيه ده للناس اللي هتشتغل الشغلانه دي هتلبس لبسه مغريه، اوعاك تقسط، اوعاك تقسط، اوعاك تقسط. تتقسط ممكن بالكتير تثبت الموتوسيكل، لو داخل على موتوسيكل وتقسطه يعني ده بيبقى سهل لحد ما ماشي. اما عربيات وتقسطها وعاك، عندك عربيه خير وبركه، هتشتري عربيه مستعمله خير وبركه، هتأجر عربيه تجرب بيها وتمشي حالك خير وبركه. انما هتترشق في مع بنك وكارد وتدفع بفوايد وبتاع، براحتك، انا نصحتك وانت براحتك. هتجيب هتلبس مغري والله. بص تلاقي تخش على المواقع العربيات تكملة اقساط تكملة اقساط تكملة اقساط، كل دول اتدخلوا اترشقوا وبيبيعوا تكملة اقساط. فالله كريم يابا، وابعد عن موضوع الاقساط ده وانت حر. اديني قاعد ولا فارقة معايا يابا، اشتغلت ما اشتغلتش ما تشتغلش، هتعمل ايه؟ يوم نزلت عملت اللي عليا ونزلت وسعيت واشتغلت، قلت يا رب ما ده رزق، محدش عارف نصيبه ايه ورزقه ايه. جه ما جاش الحمد لله، جه الحمد لله، ما جاش الحمد لله، عادي جدا، ولا اعصب نفسي ولا ازعل نفسي. ازعل نفسي ليه وانا بايدي حاجه؟ كله على الله. انا كده دلوقتي مروح، انا فضلت قاعد كتير وكلت ورحت جبت قهوه مفيش حركه خالص. ولما بيجي حاجه تيجي في حته اعوذ بالله واسعار اعوذ بالله. ف حتى جيت كده من عند الدقي، كنت هلف على طول واروح من عند مقار، بس جيت كده من عند الدقي برضه قلت اتحرك شويه، مفيش اي حاجه. عديت ناحيه السفاره السودانيه، اوقات يعني بتيجي حاجات كده باسعار من ناحيه السفاره، اوقات بتسمع معايا، فقلت اجي من ناحيه السفاره السودانيه هنا في الدقي كده تحت كوبري الدقي، وما لقيتش برضو حاجه مميزه، فمريحه خالص. انا وقت عند الجامعه اهو، هلف بقى واخش من الجامعه واطلع فيصل، ان كده مش نافع. اخر النهار بقى ممكن تسمع يعني. انا النهارده التلات ونص الاسبوع مفيش خالص يعني، الحمد لله. على بعض 3.5 كيلو، 5 كيلو رايح ناهية ب70 جنيه بريوريتي. اخش انا ناهية انا ب70 جنيه، ولسه على بعد 3.5 كيلو، يعني كلها داخلة في 9 كيلو. مش عارف انا ايه ده. نكمل بقى اخر النهار.